النهارده جاي اكلمكم عن حاجه اتسالت عنها كتير وهي هوليوود سمايل. كتير مننا بيشوف دعايه واعلانات عن تجميل الاسنان وعن هوليوود سمايل. انا اللي جاي اقوله، انا عارف ان قبل اتكلموا عنه كتير، بس انا جاي اتكلم في نقطه محدده. هو انت محتاج تعمل هوليوود سمايل عشان تعمل تجميل لاسنانك؟ الحقيقه اللي انا جاي افاجئك بيها ان اكتر من نص الناس اللي بيعملوا هوليوود سمايل مش بيبقوا محتاجينها اصلا، وانا شايف ان ده بيرجع لسببين. السبب الاولاني ان في ناس عندها ميل للتقليد والموضه وان هم يبقوا شبه حد من المشاهير اللي بيحبوهم عشان كده بيعملوها، او ان في دكاتره من المشهورين في المجال ده بيقنعوا الناس اللي بتتابعهم وبتتعالج معاهم ان انت لازم عشان ابتسامتك تبقى احلى واجمل لازم تركب الهوليوود سمايل. ولو ان انا شايف ان هو في معظم الاحيان بتبقى شكلها بيضة قوي بزياده، حتى احيانا ما بتبقاش مناسبه للون البشره، وبياضها بيبقى مش البياض الطبيعي بتاع الاسنان ومايل للون الجبس اكتر. حتى احنا كاطباء اسنان بيننا وبين بعض بنسميها تشيكلت ستيت، لان هي فعلا بتبقى شبه التشيكلتس، ونادر جدا تلاقي دكتور عاملها في اسنانه الشخصيه. انا النهارده مش جاي اقول لك تعملها او ما تعملهاش، ده قرارك وانت حاجه ترجع لك، بس اللي جاي افهمه لك ان كل حاجه ليها مميزات وعيوب، وبعد كده شوف اذا كنت انت لسه حابب تعملها او لا. مبدئيا كده في طب الاسنان في دراستنا الاكاديميه مفيش حاجه اسمها هوليوود سمايل. الهوليوود سمايل ده مصطلح تجاري منتشر، المقصود بيه ان انت تعمل تجميل لاسنانك عن طريق التركيبات السنيه. يا دكتور يعني انا مش لازم اعمل هوليوود سمايل عشان اعمل تجميل لاسنان؟ لا، في حلول ابسط واسهل بكتير واقل في التدخل واوفر في قيمتها، وفي نفس الوقت بتديك ابتسامه انت بتبقى راضي عنها ومبسوط بيها. بس في الاول لازم نعرف المشكله اللي عندك ايه. هل انت مشكلتك ان عندك فراغات في اسنانك؟ هل انت مثلا عندك سن مكسور امامي او لون اسنانك، او عندك سن معوج مش جاي في مكانه ومحتاج يرجع في مكانه؟ كل المشاكل دي ليها حلول بتدخل ابسط من ان انت تروح لدكتور الاسنان يبرد لك الاسنان عشان ويشيل طبقه المينا كلها او جزء كبير منها عشان يعوضها بتركيبات سنيه. عشان اوضح لك ده بمثال، ده شخص حب يعمل تجميل لاسنانه، فبعد كده كان لازم ان هو يتعمل له تحضير للاسنان وبرد للاسنان عشان تبقى جاهزه ان يتاخد لها المقاسات ويتركب لها الهوليوود سمايل. عارف السؤال اللي هتساله لي، هو دكتور لازم الدكتور يبرد الاسنان بالصوره دي؟ دي الحقيقه اللي في دكاتره ما بيكونوش واضحين مع الناس اللي بتتعالج عندهم، وبيكون ردهم ما تقلقش انا اللي بردته من السن هعوضه لك بالتركيبات، ولو ان خلقه ربنا سبحانه وتعالى ما بتتعوضش. وانا عايز اتوقف عند النقطه دي. هو برد الاسنان وتعويضها بالتركيبات ده حل مهم في طب الاسنان، واطباء الاسنان كلهم بيعملوه بصوره يوميه، بس الفكره اللي انا عايز اوصلها لك، هل انت محتاجه عشان تحل المشكله اللي عندك؟ وهل هو الحل الوحيد لتجميل الاسنان او لا؟ هي دي النقطه تحديدا اللي لازم دكتور الاسنان يتكلم معاك فيها ويطرح لك كل الحلول ويقول لك على المميزات والعيوب بتاع كل حل، وانت تختار فيهم اللي يناسبك. وحتى لو هتختار حل ما فيهوش برد الاسنان تبقى عارف ان هو زي اي الحلول برضه له مميزات وعيوب. وعشان اوضح لك الفكره اللي انا اقصدها، دي حاله تجميل لدكتوره زميله، ولو لاحظت ان احنا وصلنا لنتيجه جميله ومرضيه، بس هتلاقي برضو ان لسه في اسنان مش عدله ومش في مكانها، ومع ذلك وصلنا لابتسامه احلى واجمل. وكل اللي احنا عملناه مجرد ان احنا عملنا تبييض اسنان بتكلفه اقل بكتير من تركيبات السنيه. هتسالني يا دكتور يعني هو تبييض الاسنان احسن من الهوليوود سمايل؟ لا، هو تبييض الاسنان حل من حلول تجميل الاسنان اللي بيحافظ فيه على طبقه المينا وبنشيلش فيها اي حاجه من طبقه السن. ده اللي انا هكلمكم عنه المره الجايه، عن تبييض الاسنان وكل تفاصيله ومميزاته وعيوبه. ارجو ان انا اكون افدتكم بمعلومه. كان معاكم دكتور عبد الرحمن سويلم.